مرحبا، اليوم جايبت لكم طريقة كيكة كتير سهلة، يعني أي بنت عمرها صغير بتقدر تعملها. الكيكة هاي طبقات جيلي وكيك وكريمة. طبعا في كيك ممكن ما يزبط معك أو يكون بايت، بهاي الكيكة ممكن تستغليه. رح نحكي بسم الله. أنا جبت كرتونة كيك صغير أو ممكن يكون شكله مثل الكب كيك، ممكن نستخدمه. بنجيب بايركس بنصفه مثل ما هو موضح بالفيديو. طبعا هذا الكيك، هذا الكرتونة حقها دينار أو 6 ريال، يعني كثير رخيصة وزاكي كثير. بنحط الطبقة الثانية صبايا جيلي. شايفين هاي النوعية جدا بتجنن، يعني صراحة وأنا بعملها جمل. شايفين كيف هيك مبين جامد مع إنه سخن، يعني قوامه للجيلي هذا بجنن. احفظوا النوعية وجيبوها. الجيلي أي حدا بيعمله، بس أنا حطيت مغلفين على عيار مغلف عشان بدي إياها تجمد بسرعة. طبعا بحطها بالثلاجة. بحضر للطبقة الأخيرة، هي عبارة عن كريمة. جبت كريمة الخفق هي هاي، وجبت زيادة حبيت يكون قوامها شوية واقف. هاي الجبنة، ما عندك جبنة حطي مثل هاي النوعية، حطي أي نوع جبنة متوفرة موجودة عندك. بنحط حليب أهم شي بارد. طبعا الكريمة بدك إياها تكون يعني قوامها ممتاز بالحليب البارد. كيف بنعرف إنه الكريمة زبطت معك؟ بعد ما تخفقيها مدة 6 دقايق. بتحطي إصبعتك بتعمل هيك مثل المطة، هيك بتكون ممتازة. يعني المطة بتنتهي بتوقف ما بتنزل، هيك عندك الكريمة صارت رائعة. طبعا الطبقات اللي بالثلاجة هيك جمدت. راح أسكب هاي الكريمة عليها، تكون طبقة أخيرة. طبعا أنا ممكن تفرديها بالمعلقة، بس أنا ما حبيت عشان بلاش تخرب الكيكة. جبتها بكيس حلواني أو أي كيس ممكن تبع الفريزر، بتحطي فيها بس مجرد إنه نسكب عشان ما نخسر قطعة من الكيك. بتجيبي معلقة أو مثل المشحاف هذا تبع الخاص بالحلويات، بتزبطيها وبتخلي شكلها مستقيم. يعني صراحة أنا هيك بسكبها وبظبطها تحسيها مثل التلج. طبعا صوتي هلا أنا تحسيه تعبان لأنه هلا في فيروس بالجو، صراحة الكل دمر الكل. الله يشفينا ويبعد عنا كل أذى. طبعا هلا بظبطها برجع أحطها بالثلاجة طبعا عشان تمسك حالها. بعدين بزينها كيوي، عندك أناناس، عندك أي شي، مانجا المتوفر ممكن، ولا إشي براحتك. بنتي طبعا ما كنت حابة أحط صوص الشوكولاتة. شايف كيف الطبقات بتجنن طعمها صراحة. الكيكة متشربة طعم الجيلي، طالعة هيك مثل الهشة. جربوها صبايا، بتجنن وكتير سهلة، ويا الله شو زاكية. بتقطعيها وهي باردة وبتقدميها. هلا بتشوفوا كيف قوام الكيكة. شفتوا ما أسهل، يعني يا دوب أخذت منك يا دوب 10 دقايق تجهيزها. وجربوها ويسلموا كتير على المتابعة، واستمتعوا بالمنظر الرائع.